الغزالات ديالي واش من شتيوا. صباح الخير عليكم، بعدا كي دايرين؟ مزيانين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره الصحيحه الامور كلشي هو هذاك؟ ايوا ما عندي ما غادي ندير. الله يرحمنا بالرحمه ديالو، غادي نتمشى فيها لمده 30 دقيقه البنات، وخصني نتمشى فيها، ما كاينش البديل. وحتى الميضه ما كيعجبنيش كاع نهزو. انا من النوع اللي ما كيعجبنيش ندير كاع الميضه ملي تكون كطيح، حتى ما عرفتش علاش. شوفوا الدنيا، عرفتوا الثقيل راه هاد 9:30 مع شتا كطيح كلشي غابر. ايوا واش غادي نديروا؟ الحمد لله على كل حال، وان شاء الله على قد النفع يا رب. شكون بحالي كيعجب لها تمشى في الشتا بلا مضل؟ عرفتوا راه واخا تكون ما نعرف شنو كطيح خيط من السما، نفزك وما نديرش المضل، ما كيعجبنيش بتاتا بصفه نهائيه. ايوا صافي، المشكله هو ان الصباط غادي يفزق ليا، ما كانش حق عليا نلبس هذا الصباط، وانا في الدار ما كنتش عارفه كاع الا كاينه الشتاء. ايوا صافي، الغزالات ديالي من بعد ما وصلت للخدمه الاولى خدمتها، جيت من الدار حتى لهاديك الخدمه كنتمشى نص ساعه، وخدمتها وساليتها ومشيت للابارطامينتو الثانيه. شوفوا لي الشميشه والجو، بحال يقولوا ما كانش الشتا كطيح، سبحان الله العظيم. انا راه نسيت كاع الا راني كنصور، وملي شفت الجو تبدل هكا قلت الله حتى يعني نكمل مع البنات النهار ديالي. سبحان الله العظيم، هذه هي مايوركا، ما تعرفيش حتى فوقاش طاحت فوقاش هزت. صافي وصلت للدار من بعد ما خدمت الخدمه الثانيه، صافي ساليت رجعت للدار ديالي ندير قهيوه، وان شاء الله غادي نبدا ندير واحد شويه ديال الاصلاحات في الدار، حيت اختي ان شاء الله من بعد 9 سنين واخيرا غادي تجي عندي اختي حبيبتي نشوفها. ما كناش كاع ضاربين لها الحساب، ما كنا ضاربين لها الحساب البنات. حتى عيطات ليا قالت لي الو فاطمه، قلت لها مالكي؟ قالت لي مفاجاه، قلت لها اشنو؟ قالت لي راه خرجت لي الفيزا وفي رمضان مسكينه، قلت لي راه خرجت لي الفيزا انا غادي نجي نشوف اختي. قلت لها اجي مرحبا بك. عرفتوا صدمه والله الا صدمه، حق الله العظيم. شوفوا البنات هنايا حيدت الكاغيط ولقيت الحيط غامل من التحت، كنت كنشوفو شويه هكا طالع، ونط انا قلت غادي نصبغ هذيك البلاصه، كانت وسخات صراحه. راه اسي موتشو تيمبو من دخلت صبغت الدار كامله الا هاد الباتيو ما صبغتوش. وشوفوا من بعد ما المهم حيدت داك الكاغيط وصبغته هكا بوينو، الدنيا تنقات. شوفوا كيفاش كان وكيفاش ولا، الصراحه تنقات. صافي وغادي نصبغ حتى الدوش غادي ندوز عليه، حيت فيه واحد البارتي ما فيهش الزليج. ايوا راكم عارفين الدار اللي كيكونوا فيها معاك فيها الكرايه كيكون صعيب شويه والله. الكرايه الصراحه صعابين تفهمي انت وياها. ايوا معليش، المهم غادي نصبغ هاد الحمام وصافي بارك عليا. والكوزينه، حتى الكوزينه خصني نصبغها ان شاء الله، والزوج الكريم عاوتاني ان شاء الله. ايوا نتقاسموا واش غندير. الزوج الكريم ان شاء الله حتى هو غادي يصبغ ليا الارض ديال الباتيو. كنشريو الصباغه ديال الزيت وكنصبغوا الارض، بصراحه تسيقيها تشطبيها كلشي. الارض ديال الكوزينه وديال الباتيو بجوجهم غادي يصبغهم. ايوا المهم الغزال، شوفوا راه الدنيا صراحه توسخات بزاف. ومن دخل رمضان كنت باغيه نخمل الدار وهكا وما قديتش مع الخدمه وسميتو عكست، ما قديتش والله ما قديت. هو صافي دابا ملي قالت لي اختي انا جايه متحداقيت. بزز مني بغيت ولا كرهت. هنايا الغزالات ديالي راه النهار الثاني، راه البارح راكم شفتوه مع خدمت وجيت للدار وصبحت. صراحه تهديت البارح، تهديت واحد التهديه ديال بصح. وصافي هذا راه النهار التالي عاوتاني، حتى اليوم ما كانش عندي الخدمه بزاف. جيت قلت غادي دزت شريت هاد التراب وهاد الفاز فاش غادي نزرع هذيك الورده، راه كان جاتني كادو اخواتي، كادو حق الملح. انا دابا هو حق الملح ديال رمضان. ايوا صافي شي 4 ايام وهي محطوطه تما كاينه، وقلت مسكينه غادي نغرسها، حيت عزيز عليا نغرس الورد الصراحه. لو كانت عندي هكا شي بقعه هنايا واو، عزيز عليا الورد. المهم الغزالات ديالي، انا هاد الاجواء كيعجبوني بزاف، فهمتوا عليها راني كنشاركها معاكم.
وهكا باش تعرفوا شنو كاين. راه منا نضربوا تمارة، منا صباغين، منا اوبرا، منا الله المستعان وصافي. والله كلشي منا، كلشي منا. راه هنا صعيب صعيب بزاف. تبغي الدار عرفتو تجيبي المعلم غيضربك حتى تنقزي، تيطلبوا الثمن بزاف. اصلا هنايا اليد العامله طالع الثمن ديالها بزاف. ايوا حنا كمغاربه راكم عارفين الحمد لله فين ما حطيتينا. فين ما حطيتينا. شوفني كامل الباشا كان صبغ يقول لي البومه. يقول لي البومه خصك عازي في حياتي. يقول لي وهاك ملي ديري زي في حياتي بعدا كاينه. ايوا الصراحه مسكين عنده النصائح كينصحنا والله. راه من خلال العقليه ديالو كنعرفوا الرجال كيفاش كيفكروا، حيت هو راجل فهمتوا. هو داكشي اللي تيقولنا يعني عن تجربه. يعني هو كيقولنا كيفاش الرجال كيفكروا. راه عنده الصح والله، عنده الحق. هو بالنسبه للمراه اللي كتبغي راجلها وما باغيش تفرط فيه، يعني توقد شويه معنا وتكون من البنات ديال كمال باشا. ايوا المهم الله يطول له في العمر ويخليه يخليه لينا. راه بحال الاخ وبحال الاب صراحه كينصحنا. آه، المهم الرزيلات ديالي انا غادي نخليكم هنا صراحه، ما قادراش نهضر بزاف. وكنشارك معكم هذا المقطع البنات غير باش تعرفوا كيفاش كيدوز عندي النهار. آه، شنو هما الاشياء اللي كنبغي نديرهم، شنو هما الحوايج اللي كيعجبوني، فهمتوني. وفي نفس الوقت ما عرفتش كيفاش غادي نقولها لكم. المهم الغزالات، يلا راني عيانه وصايمه، ما علم بيا غير ربي. المهم غادي نسالي هاد الوريده ونمشي نوجد الفطور ديالي. ما غاديش ندير شي حاجه. راه عرفتوا البنات نقول لكم واحد الحاجه، انا الحاجه اللي كنزرعها بحال هكا راه كتكون عزيزه عليا قسما بالله. كنهتم بها وما كنبغيش اللي يقيسها. عرفتوا ملي كنشوف الزوج ديالي غادي يسقيها ولا شي حاجه كنقول له دا ماشي غير هو، اي حاجه زرعتها كيعجبني نهتم بها بحال شي بيبي، بحال شي حاجه كتخصني ديالي. ما يسقيها، ما يقرب لها، ما يحولها، ما حتى شي حاجه. كيف ما نحطها كيف ما تبقى. هذا هو العقليه ديالي انايا. وصافي هنايا غادي نسقيهم. الله نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يسقينا بالرحمه ديالو ان شاء الله. وصافي البنات ندير غير واحد الطاجين هكا في الفران الخضره وفوق منها الدجاج. ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بسلام عليكم.